في جملة حلوة قوي بتقول ايه؟ ربما عدم كمالك هو سر جمالك. لو ركزت في النواقص اللي في حياتك هتكتشف ان هي سر جمالك. فلو حضرتك قاعد في مكانك ما بتعملش حاجة بسبب انه انا مش ناجح، ما بتقدرش، حد سابني ومشي، هدف معين ما تحققش، رزق كان نفسي فيه وما جاش، اعرف وافهم انه مش لازم الحاجة دي تكون موجودة، لانها لو كانت موجودة كنت هتبقى مسخة من كتر حلاوتها، فانت ما كنتش هتقدر تتقبلها. عارفين زي كوباية الشاي لما تجيلك سكر زيادة قوي، فمن كتر حلاوتها طعمها حلو قوي فانا مش هقدر اشربها لاني مش متقبل طعمها. لما حضرتك تقعد تركز في مين شايفك ازاي، وانه الحاجة دي لو بقت معايا انا هبقى كامل، وتربط سعادتك بيها، او ان بابا يقدرني، او حبيبتي تشوفني، او ان انا ما بتحبش ليه، او ان ماما ليه بتعاملني بخشونة، وبدأت تركز زي ما عينك عايزة تشوف الناس وانت ما بتشوفش الحقيقة، لان الافضل لينا ان احنا نشوف الحقيقة بتاعتهم، مش ان انا عايزة اشوفهم ازاي. ساعتها هتقوم من سريرك، هتتقبل النواقص بتاعتك، هتفهم يعني ايه المفروض ان انا اسعى في حياتي عشان خاطر نفسي، مش عشان خاطر حد ينبهر بيا، مش عشان خاطر حد يسقف لي، مش عشان خاطر ان انا اكون مبهر للي حواليا. لا، في نواقص معينة بتعلمنا ان احنا جمال واحنا ناقصين من غير الحاجة دي. انت ما تعرفش الحاجة اللي نقصت من حياتك دي او اتمنعت ان هي تكون موجودة في حياتك، لو كانت موجودة في حياتك، حياتك كانت هتتحول لإيه او كانت هتكون عاملة ازاي. فقوم صح وقف لنفسك، لان محدش هيشيلك غير نفسك، ومحدش هينفعك غير نفسك، ومحدش هيحسسك بالابريشيشن اللي انت محتاج تحسه والساتسفاكشن اللي انت محتاج تاخده غير انت. نظرة الناس في الاخر نظرة، انا لو مودي وحش هحس ان الناس شايفاني كلها عشان انا مودي وحش، احس ان انا عريان، لازم اثبت لهم قد ايه ان انا جامد، لازم اثبت لهم قد ايه ان انا فظيع. اثبت لنفسك الاول، بص لنفسك الاول، شوف انت عايز تشوف نفسك ازاي عشان الناس تشوفك زي ما انت عايز تشوفك. واياك انك تنسى تحط حدود، وعلشان تحط حدود محتاج حاجتين: انك تعرف ان الماضي انت مش بايدك تغيره، اما القرار التاني فانك تقول لنفسك بصوت عالي انك مش هتسمح لحد، لا لنفسك ولا الاشخاص اللي حواليك ولا المحيطين بيك، ان هم يقولوا لك انت فاشل او انت ضايع. وعلشان تحقق القرارين دول انت محتاج فعلا تاخد الكلام اللي انا بقوله وتطبقه في الحياة، مش انك تقول انا جامد وانت ما بتعملش حاجة. فتطبق المعرفة، لانك بتيجي الدنيا مرة واحدة بس، هتموت مش هتصحى تاني، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت عندك حل واحد بس: يا إما تقفل الفيديو وما تتفرجش عليا تاني، يا إما تسمع اللي أنا بقوله لك وتقوم وتاخد النية إنك عايز تتغير، وإنه النواقص اللي عندك وإنك ناقص ده سر جمالك وسر إبداعك في الحياة، واللي ممكن يخليك يبقى عندك إمكانيات وقدرات أنت نفسك ما كنتش متخيلها.